بسم الله الرحمن الرحيم. من هو فؤاد الصفار؟ الفنان المقتدر، القلب الكبير. الفنان فؤاد الصفار هو عرفته في بعض الجلسات الخاصة مع رفاقه أهل المدينة قديمة ولاد حمام جديد، الإخوان اللي كانوا تيتجمعوا معنا في الطراب وتيستدعيو الفنان فؤاد الزبادي تيكون معنا وتيتصنت له السي فؤاد وتأثر به بزاف. كان من المحبين ديال الطرب مع السي فؤاد، تأثر حفظ عدد ديال المواويل معاه، وكنا تنجتمعوا في الجلسات. وفي هذه الحالة اكتشفت أنا الموهبة ديالو واكتشفت الصوت ديالو، وكان تيجلس معنا تنعطيه الطر، تيوقع معنا على الإيقاع في الطر، وعطاه واحد بانت الموهبة ديالو، لا من ناحية الصوت ولا من ناحية الغناء والمواويل، كما كان يتقن العزف على آلة الطر ولا يزال. وجريته للمعهد فعلا، أنا ملي اكتشفت الموهبة ديالو ديته للمعهد معنا ديال الموسيقى، المعهد الوطني للموسيقى، وسقل الموهبة ديالو مزيان تما، وحفظ الصنائع من الموسيقى الأندلسية. كما صاحبني في الجوق وبرع في الأداء، وشارك في عدة مهرجانات، سواء منها الثقافية بالمدينة مكناس أو الوطنية كمهرجان شفشاون وفاس وتطوان وغيره، وكذلك الدولية. وكما صاحبني في أداء المديح والسماع بالزاوية العالمية، حيث كان يتقن يؤدي بصوت جهوري سواء الإنشادات أو المواويل، ويتقن الذكرى العيسوية كذلك. وفن الملحون كان يشارك معنا في النزاهات ديال الشيخ الملحون. فهو في الحقيقة الفنان فؤاد الصفار صاحب القلب البيض، صاحب القلب الرحب، رجل محب. ولا ننسى أنه من هواة المسرح، وقد أخذ المسرح عن الدكتور عبد الرحمن بن زيدان، حيث كان يتقن ترميم الخشبة في المسرح، وكان مولعا ومشاركا، لا يهمه سواء كانت الحفلة اللي غادي يشارك فيها بالفلوس أو لا ماشي فلوس، هو كان هاويا قبل كل شيء ومولع ويحب الجميع، ومشهور بتواضعه مع الجميع، المدينة كلها تعرفه. وكان في غنائه للموسيقى، في غناء الموسيقى الأندلسية يقلد الخصاصي والكبير بن شمشي، وفي غناء الشقوري يغني يحب أداء الملحون بالطريقة الشقورية. كما كان يغني جميع الأنماط الشعبية. أطال الله في عمره وحفظه لأبنائه وللجميع، حفظه من كل مكروه وأبقاه دخلا لهذه المدينة. حقيقة وخا ما نصفاتوش الفن، ما نصفاتوش المدينة، فهو يبقى دائما مخلصا لها، يفني جهده في هذه المدينة، محبا لها ولأهلها، وحفظه الله، الله يخليه، بركة لوليداته ولنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.